السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يلا بقى النهارده نعمل مع بعض صينية محشي عشان الجو ساقعة كده. طبعا انتوا عارفين ان المحشي بيبقى حلو قوي في الشتاء. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، يطلع مفلفل وجميل ومش هياخد وقت. طبعا انا عاملة معاها اجنحة، حاطة لها فيجيتار يعني وان شاء الله هنعمله خطوة خطوة مع بعض. انا بعمل طبعا صينية كده عشان الصينية طبعا بتبقى طازة وبسويها بسرعة يعني مش بتاخد وقت. طبعا حطيت البصلاية مخرطاهم معايا 4 بصلات مخرطاهم او 3 بصلات وسط مخرطاهم قطع صغيرة فرم صغير على زيت كده غزير. ان شاء الله نحط البصلاية بتاعتنا كده ونسيبها لما تتحمر تاخد اللون الذهبي بتاعها الحلو. بس طبعا ايه نفضل نقلب فيها عشان ما تتحرقش مننا. وهنا طبعا الخضرة ست الكل امي كانت مخرطاها لي بقى تخريطة صغيرة، انا مخرطش الخضرة المرة دي. زي ما انتم شايفين اهو، هي بتحب تخرط الحاجة على ايديها بصراحة. اهوت ادي الخضره جميله اهي بسم الله ما شاء الله. الخضره كل ما بتكون كتيره في المحشي بتبقى جميله قوي حلوه، تخلي المحشي كده جميل وريحته حلوه. طبعا انا كنت جايبه طماطم، كنت جايبه بتاع 7 كيلو، هاخد طبعا اللي هقدر عليه عشان اعمله تسبيكه والباقي اسيبه ناشف عندي. والطماطم بسم الله ما شاء الله بقت الكيلو ونص ب10. يلا يا حاجه تطلع وحاجه تنزل وهي ماشيه زي ما انتم شايفين كده. انا خدت الكميه اللي انا عايزاها عشان اعمل منها تغذيه المحشي، لان انا كان اللي عندي متفرز خلص. انا طبعا بعملها بالطريقه دي، بحط الطماطم سليمه تاخد تسبيك يعني فرع على النار كده، وبعد كده اخدها وانزل بيها في الخلاط. كان عندي كام بتنجانيه دول وكام كوسايه دول، قلت طبعا احطهم مع الكرنب. وهي كمان صينيه يعني ايه مش كبيره، هنتعشى بيها كده حلوه كده جميله طازه كده وحلوه. طبعا مقوره الكوسه ومنضفاها وغسلاها كويس، والبتنجان كمان زي ما انتم شايفين، وكام قرن فلفل كده عشان يطلعوا ريحه حلوه. وده الكرنب انا لسه بقطعه، كنت سلقت قلب الكرنبايه وبقطعها اهو زي ما انتم شايفين تقطيع صغير. طبعا في كذا طريقه انا عملتها معاكم لتقطيع الكرنب. هخلص الكميه بتاعتي ديت ان شاء الله بتاعت الورق الكرنب، ونبدا بقى نعمل باقي حاجات المحشي. احنا بنحب العروق عشان بنحطها تحت في قاع الصينيه. والمحشي بتاع الشتا كمان الكرنب بيبقى حلو كده ومسكر وجميل طعمه كويس، بيبقى طعمه معسل عن الصيف. كرنب الشتا اصلا حلو اهو. ودي كميه الكرنب. انا حطيت دلوقتي للرز، انا ما بغسلش الرز بجيبه نضيف وناشف كده، بروح حطه في الحله، وضفت عليه الخضره بتاعتنا والتوابل كده. انا خلصت الكميه بتاعت الكرنب زي ما انتم شايفين اهي في الطبق، وحطيت الرز وحطيت الخضره. طبعا عايزه اقول لكم ان انا كمان باخد قلب الكوسه بحطه فوق المحشي من فوق بشويه رز كده، احنا بنحبه بالطريقه دي. ادي كميه الكرنب بتاعتي، وادي الرز والخضره هنقلبه في بعض، نقلبه تقليبه كويسه كده عشان خاطر نضيف بقى ايه الحاجات بتاعتنا. ادي بقى ايه التوابل بتاعتنا. شط طبعا 7 بهارات وكمون ملح، نص معلقه سكر وشطه. ادي البهارات بتاعتنا ال7 توابل بنحطها طبعا في المحشي. انا نزلت كده بالتوابل بتاعتي واقلبها برضو كويس في قلب الرز والخضره. زي ما انتم شايفين كده، اقلبها بقى تقليبه كويسه كده. كله في قلب بعضه كده من فوق لتحت ومن تحت لفوق.
ودي طبعا البصلة بتاعتي خدت اللون دوت. نزلت بالطماطم بعد ما عصرتها، طبعا هي الطماطم برضو كانت سخنة. ادي الكمية بتاعتي اتسبكت، هاخد منه بقى الحاجة على قد ما انا عايزة احط على الرز. اهو. دي بقى قلب الكوسة اللي انا قلتلكوا عليه، انا مش برميه لانه خسارة، ما هو برضو قلب الكوسة ده مفيد برضو، نحطه مع المحشي وكده كده احنا هناكله مع اي بواقي رز من المحشي، بس انا بضيف عليه رز ني. تطلع معانا ان شاء الله احسن صينية محشي نتدفى بيها وناكلها في الشتاء الجميل ده. كده بقى المقادير بتاعتي كلها اهي، كوسة والكرنب والبتنجان والفلفل والكوسة وقلب الكوسة برضو. ودي خلصنا كده كل حاجة. وادي الرز انا نقلته في حاجة كبيرة، يعني نقلته في طبق كبير عشان الحلة كانت غويطة شوية، عشان اقدر اتحكم وانا بحشي البتنجان والكوسة. انا جبت الصينية بتاعتي وحطيت، انا بحب احط ورقة كده نية في قلب القاع بتاع الصينية، حطيت الورقة كده عشان بغطي بيها من الجناب وكمان من اي لسعة في المحشي ولا اي حاجة، ما يعني لو انا حتى نسيت وعليت النار ما يتلسعش. اروح بقى اشوف الصلصة واجي عشان نلف مع بعض. جبت الصلصة بتاعتي اهي وهنزل بيها على الرز. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نقلب بقى كل الكلام ده مع بعض تقليبة كويسة، ولو عايزة صلصة تاني انا طبعا بحط لها وبظبطها اهو. هي طبعا سخنة من هقلبها فبقلبها بالمعلقة لان الصلصة مولعة نار، لسه نازلة من على البوتاجاز دلوقتي. حطيت لها كمان كمية صلصة كمان عشان تبقى مظبوطة معايا وحمرة. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنقلب كل الكلام ده مع بعض كده تقريبا كويسه زي ما انتم شايفين. نيجي بقى يلا عشان نلف مع بعض. أنا طبعا هعبي الكوسه، لسه الرز معايا سخن برضو، هحاول اعبيه بالمعلقه ولو برد طبعا هكمل بايديا اهو. هحاول احط بصباعي كده ونكمل مع بعض باقي الحشو. بعد ما اخلص ده كده ان شاء الله هكمل مع بعض دلوقتي باقي الحشو، بس بدخل الكوسه طبعا لانها سخنه نار زي ما انتم شايفين كده، طلع منها بخار اهو، وتطلع معانا احلى صينيه محشي. طبعا عشان التصوير انا مش مستنيه لما تبرد اهو. انا خلصت بقيه الكميه، لفيت الكرنب والفلفل والكوسه والبتنجان، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو، ما شاء الله زي الفل اهي. طبعا انا ضفت كمان الكوسه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي القلب بتاع الكوسه اللي انا كنت مقوراه ده، مش برميه برضو، بستفاد منه اهو. اللهم بارك. هحطها طبعا على النار. انا طبعا بضيف كده صلصه على الوش، بحب اضيف الصلصه كده على الوش عشان الكوسه اللي انا مقوراها دي حاطه القلب بتاعها. هنضيف كميه الصلصه كده خلاص كلها اتنزلت اهي على الصينيه. وطبعا انا كانت الشوربه بتاعتي سخنه برضو، هنزل بيها ان شاء الله
واحطها على النار. وزي ما انتوا شفتوا في الاول الفيديو كان المحشي بسم الله ما شاء الله مفلفل وجميل ازاي، وما شاء الله الله اكبر، بألف هنا والف شفا لكل اللي يمشي بالطريقه دي. انا خلصت الصينيه بتاعتي دلوقتي، هقفل بقى الورق اللي هو الزياده من فوق دوت. دي طبعا الورق الناي اللي كنت حطاها بتمنع معايا البخار شويه عشان خاطر المحشي يستوي بسرعه. يلا تعالى نحطها على النار ونرجع تاني. كده انا حطيتها على النار اهي بعد ما سقيتها اهو. ضفت طبعا الشوربه بتاعتي، زي ما انتم شايفين كده. ههزها هزتين كده عشان الشوربه توصل للمحشي من تحت، ونغطيها ونرجع بقى عشان ناكلها لما تستوي. طبعا اهي دخلت على سوا زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش وقت معانا. اللهم بارك. وكده سوينا المحشي زي ما انتم شايفين، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، طلع زي الفل. وتسلم ايدي طبعا ما شاء الله عليه. وادي طبعا معايا اللي هي الاجنحه، انا عاملاها بفيجيتار. والف هنا والف شفا للي هياكل. عايزاكي بقى تعملي لي لايك وشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد على القناه، وتسيبي لي كومنت حلو كده تشجعيني بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.